تحدي الأكل من برا أثناء السفر. ممنوع تناولي أي حاجة من برا وانتي كتبعي نمط غذائي صحي لزيادة الوزن أو سواء كان لإنقاص الوزن. دائما خليوه يكون صحي، نمط عيش صحي مع روتينات صحية، وهكا كتكون حياة صحية بالكامل. فهنا بديت كاس ديال القهوة، بديت من الزوال، تغديت معطلة، ولكن ماشي مشكل هكا. كان نبدا المساء ديالي كيبدا من الزوال، بالاخص الى بغيت نسافر. السفر كيكون كتبدا التحضيرات ديالو من بعد الزوال، واخا كنعياو واخا كنبغيو نرتاحو، ولكن كيخصنا ضروري اننا نحيدو علينا داكشي اللي خصنا نحضرو باش ما نتعبوش او ننساو شي حاجه وحنا غاديين نسافروا. سمحوا لي هنايا تكفحات ليا القهوه، ماشي مشكل، غادي نمسحها، الغلط كيوقع ماشي مشكل. فهنا غادي نغسل الاواني كاع الاواني ديال الغداء، الاواني ديال الغداء اللي حضرته، غادي نغسلهم ونحيد عليها كل شيء. طبيعه الحال قبل ما نسافروا كيخصنا نخليو الدنيا نقيه باش نحافظوا على العامل النفسي دائما يكون جيد جدا، باش النتيجه اللي بغيناها تكون نتيجه جد مرضيه. من التنظيف ونمسح، نقي الحوض ديال الاواني ونكمل الاواني، ومن بعد نمشي فين ندير هذا. نمشي تعرفوا ان قبل ما نسافروا خاصنا نقيو الدنيا كامله، نخليو الاواني نقيين، نجفوا الدار، يعني المنزل خاصو يكون نظيف، كل حاجه خاصها تكون نظيفه، لان العامل النفسي ضروري خصنا نلعبوا عليه، ما نستريسيوش، ودائما راحتنا هي قبل من كل شيء، لان حتى هي العامل النفسي كيلعب على سواء انقاص الوزن او سواء اذا كان زيادة الوزن. دائما خصنا نحافظوا على العامل النفسي، ضروري جدا. من بعد غادي نسالي هذا، غادي نسالي الاواني وغادي ننظف كل شيء. غادي نحضر معكم الوجبه اللي غادي ندي، هي الوجبه كانت غير واحد الوجبه خفيفه كلشي كيعرف يحضرها. هنا عندي البطاطا مع الزيتون والقزبر والمعدنوس وزيت البلديه وزيت الزيتون، يعني مع الكاس ديال البربه وشويه ديال البيضات. صافي، هذا هو الغداء متواضع. هنا ملي تغديت خديت شويه ديال اللوز، تقريبا الربعة ديال اللوز. هنا عندي 250 غرام ديال اللوز مع حفنة ديال النفع ضروري. علاش؟ لان كيساعدنا على عملية الهضم، كينظمها، او الشمر او النفع كينظم عملية الهضم، كتولي عملية ناجحة جدا، وهكا كنستفدوا منها. كذلك البذور ضروريين، خصنا نعرفوا كيفاش ندخلهم. فانا حمصت كل شيء وطحنته مع 2 معالق ديال الخروب. هنا اضفت 2 معالق ديال العسل، غادي نزيد عليهم الحشوة ديال اللوز مع الشمر ودقيق الخروب. بالنسبه للدقيق اختياري، صافي ضفت الحشوه ديال اللوز، غادي نضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطو
بيدي. هكا كتكون وجبة متكاملة وصالحة للإفطار والغداء والغداء. والمهم كتبقى شي حاجة صحية، وكنحافظ على الوزن ديالي كيف ما كان كنحافظ عليه، ما يزيد وما ينقص، او هكا كنتناول شي حاجة صحية. فغادي نخلط بيدي. ملي خلطت بيدي خرجت لي هاد النتيجة هادي. الخليط كان متجانس، وضعته في قنينة زجاجية مع القنينة ديال المربى. هذا مربى التمر بزوج بهم غادي نديهم. طبيعة الحال ما نساوش الماء وما نساوش اللوازم الاخرى اللي خصنا نديو. صافي، هذا هو الاكل اللي غادي نديبانيو به النهار الاول اثناء السفر بلا ما نتناولوا حتى شي حاجه في المقاهي. وكنتمنى ان الفكره ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في حلقه مقبله. باي باي.